وقصتنا بتبدأ ببنوتة اسمها يون وهي راجعة من المدرسة، وبتكون في قمة سعادتها لأنها جايبة لوالدتها الحاجة اللي بتحبها، وهي دي والدتها واقفة مستنية على ما ترجع من المدرسة. ووالدتها اسمها كيونج ومن الصم، وبيبان في علاقتهم إن هما بيحبوا بعض جدا، وخصوصا إن ملهمش حد في الدنيا دي بعد وفاة والد يون. ولما بيرجعوا البيت سوا يون بتبدأ تدرب والدتها على الكلام، فوالدتها بتتضايق لأن الموضوع بالنسبة لها بيكون صعب، وأوقات تانية بتحس بالإحراج لأنها ما بتقدرش تتكلم زي الناس الطبيعية. بس يون أصرت إنها تعلمها عشان تخليها تقدر تتواصل مع الناس اللي ما بيعرفوش لغة الإشارة، وخصوصا إنها مش هتكون طول الوقت جنبها. وبالفعل بتبدأ تعلمها، وكانت البداية إنها تخليها تنطق اسمها. وبعدها والدتها بتطلب منها تقعد من الشغل لأنهم خلاص سددوا القروض بتاعة علاج باباها، وهي كمان صحتها بقت كويسة دلوقتي، وبتقول لها الكلام ده عشان تركز على دراستها. فيون قالت لها إنها ما بتشتغلش عشان الفلوس بس، لا ده عشان كمان حابة الشغل. ولسه ما خلصوش كلامهم، والدتها اللي كانت بتقول لها أنا بقيت كويسة التعب بيزيد على والدتها وبتفضل تكح لأنها عندها مشكلة على صدرها، وفي آخر الليل بيناموا. بس يوم بتفضل برضه سهرانة جنب والدتها عشان تطمن عليها قبل ما تنام. وأول ما التعب زاد عليها صحتها وادتها علاجها، وأول ما بترتاح بتاخد بنتها في حضنها وبيناموا تاني. وتاني يوم يون بتروح الشغل، ولما بتقابل زمايلها هناك بنكتشف إنها أساسا ما بتروحش المدرسة لأنها مكرسة حياتها للشغل عشان تقدر تصرف على والدتها وعلى تعبها، ومع ذلك بتذاكر لوحدها لأن كل حلمها إنها تخلص دراسة وتتوظف عشان تقدر تصرف على نفسها وعلى والدتها. ووالدتها هي كمان بتروح الشغل، وبنعرف إنها شغالة خياطة في مشغل، ومديرها في الشغل شاب اسمه يونج. وعشان يون تثبت لها إنها بتروح المدرسة اتصورت مع أصحابها وبعتت لها الصور، فوالدتها قعدت تبص لصورها وهي فرحانة لدرجة إنها ما خدتش بالها والمكنة عدت على إيديها، وللأسف في النهاية اتجرحت. وأول ما عرفت إن والدتها اتجرحت جات لها بسرعة، بس هي طمنتها عليها وقالت لها إن الإصابة خفيفة. بس يوم برضه كانت خايفة عليها وبتعاملها كأنها هي اللي والدتها، وطلبت منها تاخد بالها من نفسها أكتر من كده. وفي النهاية طلبت من يونج يخلي باله منها، فقال لها في عيوني ما تقلقيش عليها. وبعدها بيستأذنوه وبيمشوا، وبيرجعوا لبيتهم هما الاتنين مع بعض. وتاني يوم في شغل والدتها التعب بيزيد عليها، فيونج كتر ألف خير وجاب لها ميه تشرب، بس برضه ممشيش وفضل واقف جنبها وضارب عينه في تليفونها لأنها وقتها جالها رسالة من يون وبتقول لها إنها هتتأخر النهارده شوية فبلاش تستناها بره وتدخل البيت. فيونج لمح صور يون وقال لها ما شاء الله بنتك بقت مزة، وقال لها ما تجوزهاني قبل ما تتخرج. بس الست وشها قلب كأنه شتمها، وعلى آخرها رزعته بالقلم وهي بتقول له إياك تقرب منها، وده لأنها شايفة لبنتها مستقبل أفضل بكتير. إنما يونج مين اللي شغال عامل في مصنع، ولأن العملية سخنت في دماغ يونج فساب والدتها وطلع على يون في شغلها. وقتها كانت بتذاكر وهي في الشغل، فقابلته بكل ترحاب وقالت له كمان مشاريبك على حسابي عشان بس بيعامل والدتها كويس. واستغربت هو ليه جاي في الوقت ده، ولما راحت تعمل له مشروبه فضل يبص على جسمها. وفي وقت متأخر قعد في المشغل لوحده بعد ما شرب له كام إزازة خمرة، وهو عمال لسه بيفكر في يون. ويون أثناء ما هي راجعة من الشغل متأخر بدأت تحس إن في حد ماشي وراها، ولأنها خافت فبدأت تجري. في الوقت ده الشخص هجم عليها، ولأن الوقت اتأخر جدا فوالدتها طلعت تجري تدور عليها وهي منهارة وهتموت عليها من الخوف، ولأنها كمان رنت على تليفونها. بس يون وقتها ما قدرتش ترد لأن الحقير يونج اغتصبها، وكانت وقتها المسكينة منهارة ولا قادرة تنطق ولا تتحرك أساسا. وأول ما الحقير شاف والدتها بترن قال لها إياك تقولي لوالدتك على اللي حصل وإلا هقتلها وأقتلك. وأول ما سمع صوت والدتها وهي بتنادي عليها فجنن يون أكتر وقال لها طب وقتلها ليه؟ طب أعمل فيها زي ما عملت معاكي. وصابها الحقير وبالفعل طلع لوالدتها، ولأن يون بتخاف على والدتها أكتر من نفسها فقامت عليه زي المجنونة وفضلت تضربه بالطوب على دماغه لحد ما جابت أجله. يلا يخفى في داهية اشكال ضلة. وقتها كانت بتضربه وهي منهارة من العياط لأنه للأسف دمر حياتها ومستقبلها. وبعدها يوم بتروح تسلم نفسها للقسم وحكت للشرطة كل اللي حصل. بس المفاجأة من الضابط إنه بدل ما يقول لها كتر خيرك إنك قتلت مغتصب، لا ده بيقول لها ده قتل متعمد وكان المفروض تضربيه من غير ما تقتليه. وده يحصل إزاي يا فندم؟ لأنه كمان للأسف شك فيها وإنها ممكن تكون عملت معاه علاقة بالاتفاق بينهم عشان يعني يديها فلوس، وإنه ممكن في النهاية ما اداهاش حقها وعشان كده قتلته، ولأن الحيوان في الآخر مات. فكان بالنسبه لهم ان ده مش دفاع عن النفس، بالاضافه ان هم مش هيقدروا يثبتوا انه اعتداء جنسي لانها كانت عارفاه كويس وبينهم اتصالات، وده طبعا عشان تطمن على والدتها. يعني من الاخر الكل بيلومها على اللي عملته، بس هي كانت طول الوقت ساكته ومش فارق معاها وما قالتش غير جمله واحده وبس، ان اهم حاجه والدتي ما اتاذتش. وحتى لما جالها المحامي وشاف انها تتحاكم كبنت كبيره لانها مش مقيده كطالبه فطلب منها يلجأوا للراي العام او يطلب المساعده من منظمه حقوق المراه، بس هي رفضت لانها خافت من الفضيحه. وجات لها والدتها وهي منهاره من العياط من خوفها على بنتها، بس يون وقتها كانت متماسكه وقالت لها بلاش تقبلي مساعدات من حد لانها مش عايزه تحس الشفقه في عيون الناس. فانهاروا هما الاتنين من العياط.
لحد ما بيجي يوم المحاكمة، وللأسف بيحكم عليها القاضي ب5 سنين سجن، ولأن والدتها مش فاهمة فصاحبة يون كتبت لها الحكم، فوالدتها انهارت من الصدمة وراحت لها بسرعة عشان تحاول تاخدها منهم، بس للأسف بدون جدوى، فركعت قدام القاضي عشان تترجاه يخفف عليها الحكم، لحد ما كانت نهاية يون للأسف داخل أسوار السجن اللعينة عشان بس حاولت تحافظ على نفسها وعلى والدتها. وأول ما بتدخل من باب الزنزانة اللي هتقضي فيها ال5 سنين بتقابلها ساو بتنزل فيها ضرب، وده لأنها شخصية عصبية جدا، لحد ما أنقذوها من إيدها بالعافية وقعدت ميت على رجلها النزيف وهي منهارة من الخوف. وفي آخر الليل وبعد ما الكل نام قضت الليل كله وهي منهارة من العياط وحاسة كأنها في كابوس ونفسها تصحى منه. وتاني يوم الصبح برضه استلمتها ساء وبتديها الفوطة عشان تنظف الأوضة، وبعد ما خلصت قعدت تفطر مع زمايلها، بس هي في الواقع لا كانت بتفطر ولا بتتكلم. فالحاجة الكبيرة اللي في الزنزانة قالت لها روقي كده وكلي وشوية شوية هتتأقلمي على الوضع، وسألوها حابة تشتغل في إيه، لأنهم في السجن بيشغلوهم في ورش الصيانة وورش النجارة، ولما عرفت إنها تاخد فلوس أكتر في ورش الصيانة فقررت إنها تشتغل فيها، بالرغم إن الشغل هيكون متعب عليها، بالإضافة كمان إنها ممكن تتعور، وده لأنها محتاجة الفلوس عشان تصرف على والدتها. ولما نزلت الشغل بنعرف ان رقمها التسلسلي 2037 واللي بيمثل اسمها وكيانها كله في السجن. وفي ورشة الصيانة بدأت تقرب من زميلها عشان تتعلم، بس كل ما تقرب من واحدة تطردها، فاشتغلت في العمالة وبدأت تشيل وتحط. وفي نهاية اليوم سألت المشرفة هتقبض امتى لأنها محتاجة الفلوس عشان والدتها، وبعدها بترجع الزنزانة تاني وهي مخنوقة وقاعدة لوحدها ما بتتكلمش مع حد، بس الست دي طول الوقت خايفة عليها وبتحاول تقرب منها وتهون عليها، ولأنها كانت شغالة في السيكو سيكو قبل ما تدخل السجن ففكروها بتقرب منها عشان تشغلها معاها بعد ما تخرج، بس هي في الواقع كانت خايفة عليها لأنها لسه طفلة صغيرة وحاسة إنها مظلومة. وفي عز ما هما بيشدوا مع بعض تنهار يوم من العياط وهي بتطلب منهم إن هما يسكتوا، فيسكتوا بالفعل عشانها. وفي آخر الليل كلهم بيناموا وهي برضه بتفضل صاحية، فراحت لها الكبير عشان تهون عليها، وبنعرف إنها دخلت السجن لأن ابنها مات في حادثة على إيد سواق سكران، وأي نعم السواق سلم نفسه إلا أنها من حرقة قلبها على ابنها ولعت للسواق في بيته، فتسببت في قتل أسرته كلها واللي مكونة من 5 أفراد، واللي وقتها كانوا نايمين وقتها في البيت. ومن وقتها وهي طول الوقت حاسة بالذنب، وحتى لما بتنام بتحس إن اللي قتلتهم عايزين يخنقوها، وعشان كده طلبت منها تهون على نفسها وما تكبتش مشاعرها حتى لو هتطلع اللي جواها في الكتابة، وعشان تفضفض فكتبت جواب لوالدتها، وفي الرسالة طمنتها على نفسها وإن اللي في السجن كويسين معاها، وفي النهاية اتأسفت لها وطلبت منها تخلي بالها من نفسها وما تقلقش خالص من ناحية الفلوس. ومن بعد رسالة والدتها بقت شخصية تانية خالص، حتى المساجين كلهم استغربوها وهي قايمة مفرفشة وعمالة تنظف، لدرجة إن هم فكروها إن في حد ضربها على دماغها ولا حاجة. وتاني يوم راحت ورشة النجارة عشان تتعلم حاجات جديدة، وبدأت تتأقلم بالفعل على حياتها الجديدة لحد ما جات لها والدتها بزيارة. بس قبل ما تروح تقابلها وقفت قدام المراية عشان تمرن نفسها على الكلام اللي هتقوله لها عشان تطمنها عليها وما تقلقش عليها وتتمسك قدامها وما تعيطش. بس للأسف برضو أول ما شافتها انهارت من العياط وما قدرتش تمسك نفسها، ولسه يونها تكلمها بالإشارة وعاملة نفسها هي كمان متماسكة، فوالدتها كلمتها طبيعي وهي بتطمنها عليها، فيون فرحت إن والدتها بتتكلم، فشكرتها والدتها وهي منهارة من العياط إنها علمتها إزاي تتكلم، فانهارت يوم بالعياط هي كمان، وقعدوا هما الاتنين يعيطوا قصاد بعض. وتاني يوم الصبح يون كانت تعبانة جدا لدرجة إنها ما قدرتش تقوم، فخدوها للدكتورة تكشف عليها. وأول ما يوم فاقت فكرت نفسها عندها برد والموضوع بسيط، لحد ما فاجئها مدير السجن اللي عرف من الدكتورة إنها حامل، فيون اتصدمت، ومن صدمتها المسكينة طلعت تجري وهي منهارة من العياط لحد ما وصلت باب السجن اللي عينه عايزة تخرج منه، وبتصرخ وهي بتنادي على والدتها لأنها مش مستوعبة كل اللي بيحصل لها، بدايتها سجن ونهايتها حمل. وفي النهاية برضه رجعوها الحراس من تاني، وللأسف بعد تصرفها الغريب دخلوها سجن انفرادي وهي لسه برضه منهارة من العياط. وفي نفس الوقت كانت صعبانة على زمايلها أول ما عرفوا إنها حامل، لأنها المفروض إنها لسه طفلة والطبيعي إنها تكون في مدرستها، وبدأ يشدوا قصاد بعض من تاني، وفريق منهم بيقول إنها لازم تنزل الطفل لأنه نتيجة اغتصاب، والفريق التاني بيقول ما ينفعش لأنه حرام، وفي النهاية دي روح ملهاش ذنب. أما سا أول ما عرفت اتعصبت عليهم ومصرة إنها لازم تنزل الطفل، وفي النهاية راحت تزورها الكبيرة، وأول ما شافتها قدامها زعلت عشانها وخدتها في حضنها وهي بتحاول تواسيها وعشان تراعيها، فرجعتها معاهم تاني، ومن وقتها بقت صعبانة عليهم كلهم والكل بيحاول يخدمها. أما سا أول ما شافتها جابتها من شعرها وهي بتقول لها ازاي هتشيل ابن المغتصب ده ببطنك، لحد ما حشوها عنها بالعافية ومسكوا في بعض هم لحد ما كانت نهايتهم في الحبس الانفرادي. أما يون وقتها كانت في حالة تانية خالص لأنها كانت شايلة هم نفسها بالعافية، فجالها هم طفل كمان هتشيله. ولما جات لها والدتها تاني عشان تزورها فقال لها العسكري إن بنتها رافضة كل الزيارات، فانهارت أكتر من الخوف على بنتها لأنها فكرت إن حصل لها حاجة، واستمر الحال ده لمدة طويلة
وكل ما تجيلها ترفض زيارتها لأنها مش عايزة تشوف بطنها وهي بتكبر. فترجع والدتها وهي حزينة على بنتها وما تعرفش إن بنتها خايفة عليها من الصدمة. وأثناء ما قاعدة هي وزمايلها جات لهم شلة شمال والكبيرة بتاعتهم عايزة يون، لحد ما جات لها الكبيرة بتاعتها وانقذتها منهم وقالت لها إياك تقربي لها تاني ولا أي واحدة موجودة معايا في الأوضة بتاعتي. وبعدها يون بتفكر تتخلص من الجنين، وفي الوقت ده شافتها ساء فنزلت فيها ضرب تاني لأنها بطريقتها دي هتموت نفسها وهتموت الجنين، لحد ما أنقذتها من إيديها المشرفة. وكانت نهايتها برضه السجن الانفرادي. ولما الباقيين عرفوا اللي عملته اتلموا حواليها عشان يواسوها وطلبوا منها ما تأذيش نفسها. ومن بعدها كمان مأمور السجن بدأ يشفق على حالها ونقلوها من ورشة الصيانة لشغلانة دلع شوية، ومنها هتكون قريبة من مكتب الدكتورة اللي هتتابع حالتها وهيدوها كمان نفس الراتب اللي بتاخده في ورشة الصيانة. وفي آخر الليل بعتت لوالدتها رسالة وقالت لها إنها مش قادرة تتحمل إنها تشوفها كده، وبتطلب منها مهلة بس لمدة سنة بحجة إن هم لو لقوها كويسة هيسمحوا لها تكمل دراستها جوه السجن. فوالدتها بدأت تطمن شوية، حتى يون هي كمان بدأت تحس بالتفاؤل، لحد ما فجأة بتتعب وبياخدوها بسرعة على مستشفى بره السجن. وبنعرف إن حملها وصل للسادس، بس للأسف الطفل حجمه صغير جدا، وده لأن سبحانه الأم لأنها مش عايزة الطفل فالطفل استخبى وما بقاش عايز ينمو. ولما سمعوها ضربات قلبه سمعته كأنه شواكيش بتدق فوق دماغها. ولما رجعت السجن ونامت المساجين اللي معاها كلهم الفضول قتلهم وعايزين يعرفوا هي حامل في الشهر كام. واول ما قالت لهم انها حامل في السادس اتصدموا لان ملهاش بطن. وبالليل برضه انهارت تاني وهي بتسمع نبضات الطفل. وتاني يوم سابي يجيلها لاول مره زياره في حياتها وهي في السجن، وطلع انها ما كانتش زياره والاداره اللي كانت عايزاها، وطلبوا منها تفتح حساب في البنك عشان تاخد ميراث ابوها اللي سابوه لها بعد ما مات. فرفضت تاخده لانها بتكره ابوها، وطلع انها متعصبه كده لان ابوها عمره ما زارها وهي في السجن، ورفضت انها تاخد فلوسه لانها مش معترفه بوجوده في الدنيا اساسا. وفي النهايه وافقت انها تاخد الورث. ولما سالتها عن جثه ابوها فقالت لهم انهم حرقوها لانه ما قدرش يوصلوا لعيلته ولا عرفوا بيته، ومع ذلك زعلت عشانه. وقتها سمعت الخبر يون، وبعد ما خرجت لوحدها انهارت من العياط لانه في النهايه ابوها. فيون عشان ما تحسسهاش انها لوحدها راحت وقفت جنبها بدون ما تنطق ولا كلمه. وفي اعاده المحاكمه بتاعت يون قالت للقاضي انا عارف ان انا قتلت واحد وانتوا مش مضطرين تصدقوا كلامي، بس انا برضو تعرضت للاغتصاب واللي هتحكموا عليا بيه انا موافقه عليه حتى لو هتسجنوني 10 سنين. وقالت للقاضي وهي مرعوبه وخايفه كل حلم ارجع لوالدتي لان السجن مخيف جدا بالنسبه لي. وبعدها انهارت من العياط. فالقاضي استرأف بحالها وخفف الحكم، اتحكم عليها بسنه واحده، وهي بالفعل قضت منها كتير اساسا. ورجعت السجن وهي مبسوطه وكل زمايلها فرحانين بيها انها خلاص هتخرج، وفرحانين كمان بحملها واللي بدأ يظهر شويه، لحد ما في يوم حست بالصداع وراحت تكشف. فالدكتوره استغربت انها بتيجي كتير وشكت انها بتاخد حبوب الصداع وبتحوشها، بس هي قالت لها انها ما بتعملش كده وانها فعلا مصدعه. وفي عز الليل الكل نايم طلع انها فعلا بتحوش حبوب الصداع. اما زمايلها فتاني يوم بدأوا يجهزوا لها ملابس النونو لدرجه ان هم سرقوا هدوم المساجين عشان يعملوا لها، ويقوموا في عز الليل واثناء ما هي نايمه يبدأوا يجهزوا في الحاجه عشان تبقى مفاجأة بالنسبة لها. وأول ما يحسوا إنها بتتقلب يرجعوا يناموا تاني عشان ما تحسش بيهم، لدرجة إن في واحدة منهم قامت من النوم لقت البنطلون بتاعها مقصوص، وده لأنه اتعمل قميص للبيبي. وأول ما بس تحس بالمغص كلهم بيكونوا حواليها وكأنهم أكتر من أمها. لا وبدأوا كمان يدوروا على اسم للطفل، واقترحت عليهم الكبيرة اسم بوني. حتى ساهية كمان اتغيرت وبدأت تجهز لها ألعاب للطفل لحد ما تيجي اللحظة المنتظرة وتتعب يون جدا. والمفاجأة إن يون خيبت ظنهم كلهم، وأثناء ما هي منهارة من العياط من ألم الولادة ضربت برطمان الصداع كله كأنها مستنية اللحظة دي عشان تخلص من حياتها كلها. وبعدها بتعلق الرسائل اللي كانت كاتباها، وفي عز تعبها بتنهار ويغمى عليها لحد ما زمايلها بيوصلوا وبيلاقوها مغمى عليها على الأرض، وكلهم اتلموا حواليها وهم خايفين عليها. حتى سنهارت من العياط وهي بتنادى على الحرس عشان يلحقوا ينقذوها، وبالفعل خدوها بسرعة عشان يولدوها. بس للأسف وضعها كان صعب جدا لأنها حتى مش قادرة تتنفس. ولما جم ياخدوا الرسايل اتفاجئت إن الرسايل لزمايلها اللي موجودين معاها في الغرفة، وطلع إنها كاتبة لكل واحدة فيهم رسالة عشان لو ما شافتهمش تاني. وأولهم كانت كبيرة وشكرتها إنها وقفت جنبها كتير وساعدتها، وكتبت للمثقفة بتاعتهم إنها زعلانة جدا لأنها كان نفسها تروح الجامعة وتقرأ كتب كتير زيها، ولأنها ادت لها قبل كده كتاب تاريخ كوريا فشكرتها لأنها ادتها الأمل ففرصة إنها تدرس من تاني، وشكرتها برضو إنها ساعدتها. أما المنجوشة واللي كانت طول الوقت بتخاف عليها قالت لها إنها حزينة جدا إنها للأسف عرفتها في وقت متأخر لأنها كانت أكتر واحدة حنينة عليها، ولأنها كانت شغالة في الدعارة فالكل كان بيكرهها. وقالت لها أنت بالنسبة لي أكتر من أخت وأتمنى أتباهى قدام الدنيا كلها بيكي. أما مي الجميلة قالت لها من ساعة ما عرفتك وأنت جميلة، والأجمل كمان إن قلبك جميل، وعشان كده الرجالة مش هيسيبوكي في حالك. ودعت لها إنها تقابل الراجل المناسب واللي تقدر تعيش وتكمل حياتها معاه. اما سافة قالت لها يا اختي الجميله اتمنى لما تطلعي للدنيا من تاني يا ريت تطولي شعرك وتعيشي انوثتك،
لانك اجمل شخص قابلته في حياتي، وانت مش وحشه قوي كده عشان اتخلوا عنك، ووالدك لما عمل كده اكيد عمل ده عشان يحميكي، وانا عارفه لو قلت لك الكلام ده فيس تو فيس هتضربيني، فعشان كده كتبتهولك في رساله، فيا ريت ما تستخبيش تاني وتعيطي لوحدك، لانها طول الوقت بتعيط لوحدها عشان تخبي ضعفها. اما يوم فكان القدر اقوى منها، وبالفعل ربنا كرمها وولدت بالسلامه. واول ما والدتها عرفت باللي حصل راحت لها بسرعه وهي مش شايفه قدامها، واول ما شافتها قدامها انهارت من العياط وهي تاخدها في حضنها. وفي النهايه بتعدي السنين، وفي وسط الزهور اللي بتحبها يون بنشوف بنتها اللي كبرت وسمتها كمان بوني زي ما الكبيره اقترحت، واتجوزت يون كمان بعد ما خرجت من السجن وكملت تعليمها وبقت موظفة حكومية زي ما كانت بتحلم. وكل ده والدتها جنبها ومبسوطة بكل اللي بتحققه يون. وبكده تخلص قصتنا، واتمنى في النهاية تكون عجبتكم، وانتظرونا في قصة جديدة ان شاء الله. سلام.